السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. توحشتكم احلى متابعين في الدنيا. وليت لكم بوصفة حلوى بيحلي ايامكم، دي تارتوليت على فخاز الى كريم باتيسير. نبداو بسم الله والصلاة على حبيب الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنا عندي 200 غرام من الفارينة مع 100 غرام من الزبدة او لا مارغرين. ديرنا حفرة في الوسط، مغرفة أو ملعقة من السكر، بيضة كاملة مخفوقة، شوية من الفانيلا باش تعطينا نكهة طيبة. نعجنو نلمو هاد المقادير باش نتحصلوا على عجينة مسكرة. من بعد نزيدو شوية من الملح، أنا قرصت الملح قريب نسيتها. بما أن المقادير هذه مضبوطة تلمت لي العجينة. جربوها والله مليحة للضيوف، هكذا لينا يعني للقهوة الصباح ولا العصر. هنا جبت قوالب، حطيت العجينة، ما حطيت هادو القوالب ما حطيت لهم لا زبدة ولا زيت. تكبتهم بالشوكة باش ما يطلعوش، مع ان باش ما تطلعش العجينة، مع انها باش ما تضاعفش عفوا الحجم ديالها، مع انها ما فيهاش الخميرة. كنت جهزت الفرن، شعلته 4 ساعة، حطيتهم يطيبوا. تحصلت عليهم، انا حبيت الطياب يكون ابلون. هنا لا كريم باتيسير تاعنا نحطو 200 مليلتر من الحليب، تقدروا تسربيو هذا كاس تاع ام وليد. تحيه لكل اليوتيوبرز الجزائريات في كل مكان، خاصه الجيجليات، تحيه ليكم. زيت ملعقه متاع العصير الليمون ولا عصير البرتقالي عندكم، اللي ما عندكمش حطوا لافاني تو سامبلومون. 5 ملاعق من السكر. نخلطوا الحليب مع السكر وعصير الليمون ونحطوهم على نار قليله، جوست برك باش يدفالي هذاك الحليب. من جهه اخرى عندي 4 بيضات، عندي 2 ملاعق من الفارينه و2 ملاعق من النشا، باش نتحصلوا على ان كريم باتيسير كريميه. نزيدوا لافاني. المهم الفارينه والنشا يكونوا مغربلين. نحركو مليح هذه لا مايزينا والنشا، ندخلوهم مليح في البيض باش لازم يذوبوا، باش نتحصلوا على اون كريم باتيسير تكون ما تكونش يعني يكونوا يعني لازم يذوبوا. الحليب راهو دفى معانا، بديت حطيت كميه قليله على هذاك البيض. من بعد هزيت البيض وحطيته على خليط الحليب، وعاود كملت تخلط هذاك، وديناها على النار حتى تحصلنا على كريمه بنينه بزاف وما هيش ثقيله. هنا هادو لي طارتولات راهم طابولي، خليتهم حوالي 4 ساعة. طيبتهم انا ذهبين، ما حبيتش نحمرهم باش ما تيبش العجينه. لو كانت يطولوا في الكوشه يبسونا. هنا حنحط ملعقه ونص في كل طارتولات. بعد المقطع من بعد لافخاز ونحطها يعني فوق هذيك لا كريم باتيسير. يعني مقادير بسيطة ومضبوطة والنتيجة روعة. من بعد عندي معجون المشماش، دوك نحطو فوق هذه قطع الفراولة باش يعطينا لمعان وبريق. تقدروا تعوضوها بلا جولي اللي عندكم. والله جات بنينة بزاف، يعني خاصة نديروها لوليداتنا راهم رايحين يمتحنوا شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. ربي ينجحهم كاملين يا رب، ويعطيهم ما يتمناو بالنجاح لكل أولادنا وأولاد المسلمين. تقدروا تحضروا لهم هادو باش يفطروا بهم الصباح ولا كي يجيو من الامتحان. عطيتكم الفكرة وانتوما زينوا بأي حاجة عندكم. تقدروا تزيدوا لا كريم شانتيي من فوق.
ها هي النتيجة، والله جو روعة. طاقتولات بسيطة ولكن سهل التحضير يعني وبنينة. ديروا لي متابعة، ديروا سبسكرايب باش يلحقكم. مرحبا بالجدد عندي، بالقدام نتوما اصحاب القناة. تعليق جميل لن يكلفكم شيئا، مع اللايك او الجام. دوك نقطع لكم هذه حبة طاقتولات. العجينة ما جاتش يابسة، لاكريم باتيسيير جات خفيفة وما جاتش معجنة، جات كريمية. الفراولة ولا فخاز خيرت الحبات اللي حاكمين روحهم، ماشي هذيك اللي طيبة بزاف. ان شاء الله تعجبكم وصفتي لنا هاي اليوم. شكرا لكم ولتفاعلكم ودعمكم. اترككم في حمى الرحمن. صلوا على الحبيب المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.